ومع آخر يوم في 2024 لازم نتكلم عن الحصاد الفني في الأعمال الفنية في عام 2024. وبيسعدنا النهاردة يكون معانا الناقد الفني بروزا اليوسف الأستاذ طارق مرسي. أهلا بيك معانا. اهلا بحضرتك. كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيبه سنة سعيدة بخير. عليك. خليني في البداية أسألك عن تقييمك لحجم الأعمال الفنية في 2024 كحجم وكم يعني. الحقيقه لو اتكلمنا من حيث الحجم او الكم زي ما حضرتك بتقولي، كان عدد غير مسبوق من الاعمال الفنيه، سواء في الدراما سواء في السينما، في كل المجالات الفنيه. يعني تقدري تقولي اللي هو عام ذهبي للفن او للقوى الناعمه. يعني احسن من 2023 بالظبط كده. من 2021 لحتى 24 في تطور تصاعدي كده. وصلنا لمرحله السنه دي اللي احنا وصلنا للطب. يعني لو هكلم حضرتك كيفا بقى من حيث الكيف في الدراما، اما اجيب عمل زي مثلا حشاشين، عمل عالمي كبير جدا من الاعمال اللي انت تباهي بيها، وكان يعني انا شايف اللي هو كان نقله في تاريخ الدراما، بالرغم من انه كان في تعليقات من بعض الجمهور انهم يعني في حاله من عدم الفهم لبعض الحلقات او للسياق، الى انه العمل عمل مهم. عمل كان متكامل من حيث الكتابه، طبعا المؤلف عبد الرحيم كمال، من حيث الاخراج كان هايل، من حيث العناصر الفنيه فيه كانت مكتمله. الطبيعي اللي يبقى فيه حاجات فيها غموض، لانك برضو الموضوع بتاع المسلسل موضوع بيعود ل1000 سنه ورا. صحيح. بترجعي لكتب التاريخ، كان في ناس بتقول وترابط الاحداث فيه نفسه، الاحداث الواقعيه بتاعته هي غامضه في الاساس. لا، لكن في النهايه هو متماسك. يعني انت بتحكمي عليه كعمل، وليه الرساله بتاعته واضحه اولا. القيمه بتاعته مهمه جدا، اللي هو بيناقش عمليه ملف الارهاب وجذور الارهاب من قرن ال11. بيقول ان الارهاب ده مش وليد العصر، ده ليه جذور وليه اصول. المسلسل دي اهميه الدراما لها رساله اللي هي بتخليكي تفتشي في كتب التاريخ، تشوفي المعلومه دي صح. احنا كنا في الفترات اللي فاتت ما فيش دراما متاخده من روايات، من ادب، او من دراما تاريخيه. فانت بتحرضك اللي انت تقري كتب التاريخ. كنا بنشوف الحلقه ونشوف الحدث نفسه، ونقعد نراجع حكايه حسن الصباح وما له وما عليه. صحيح. ده خلانا نعمل سيرش ونحاول نعمل تدقيق مننا لنفسنا. ده هدف الدراما. هل وصلت الرساله ولا لا؟ اعمال العقل. هو اعمال العقل. فهنا المشاهد هنا مش طرف سلبي، طرف ايجابي بيشارك في الاحداث، بيرفض. وزي ما حضرتك بتقولي في حاجات كان بينتقدها، وفي حاجات بيوافق عليها. فدي قيمه العمل الفني. العمل الفني اللي انت زي ما حضرتك قلتي باعمال العقل. يعني هو بيشغل عقلك، زي ما كنا بنشوف زمان الايام لطه حسين. قعدنا جبنا الروايه الاصليه ونقرا الايام لطه حسين. وده كان اعلى انتشار وتوزيع وبيع لروايه الايام مع صدور المسلسل. وكان عصر ذهبي للدراما. صحيح. في الفتره دي انا بعتبر الدراما السنه دي هو العصر الذهبي ليها هذا العام في 2024. زي ما قلنا في البدايه، من حيث الكم والكيف. يعني من حيث عدد الاعمال تفوق ال 45 عمل درامي. في رمضان طبعا هو ده في رمضان وغير رمضان. في رمضان يعني ممكن توصل ل 60 عمل في اوف سيزون بقى بعد رمضان والمواسم الثانيه. موسم الدراما ما بقاش هو رمضان، لكن يبقى الموسم الرمضاني هو البراند الاساسي اللي انت بتراهني عليه. يعني لو تتبعنا اهم الاعمال الدراميه في رمضان، احنا قلنا الحشاشين هو رقم 1. جودر رجعنا لزمن ألف ليلة وليلة تاني بطريقة عصرية. وجودر انتاجيا، يعني يمكن احنا بقالنا زمن ما شفناش هذا الانتاج السخي، وكمان الاخراج المتميز اللي فيه كل عناصر التكنولوجيا. اسلام خيري في الحقيقه استمتعنا معاه بصراحه. صحيح. يعني وبيتر ميمي ايضا. يعني احنا كنا بنتكلم عن الحشاشين، كان في قمه، كان في يعني دراما
بمستوى عالمي. يعني انت هي في الفتره الاخيره ان الدراما المصريه بقت بلغه سينمائيه. يعني دلوقتي بتتفرج على مسلسل زي ما ما بتتفرج تعرفش على تفرق فيلم، بينه وبين السينما. بيستخدم اللغه السينمائيه صحيح. الفصحى زي ما بنقول. وطبعا جودر كان برضو نفس التقنيات، الجرافيك والاضاءه والديكورات والحاجات دي، كان في مش ما تقدروش تقولي بذخ. العمل الفني بيتطلب هذه التكلفة وهذه الميزانية. فعشان كده كانت عملين مهمين جدا، وهيحملوا الدراما عبء ايه اللي انت 2025 اللي انت ما تتفرجيش على افلام اقل من حيث التصوير، صحيح. من حيث التمثيل. وعندنا كمان في 2025 جودر الجزء الثاني هم لسه مخلصين تصويره اول امبارح كمان. بالظبط، عمل مهم جدا من كل العناصر ايضا. يعني انا مغرم بشكل خاص الى جانب الاخراج طبعا واداء الممثلين وياسر جلال، مغرم بالمزيكا التصويريه اللي عملها عزيز الشافعي. يعني انا بعتبرها نقله في تاريخ الموسيقى التصويريه. احنا قعدنا قرون نعتمد على التيمه اللي حضرتك عارفاها من الاذاعه، صحيح، بتاعت شهرزاد وشهريار والكلام ده. يمكن الموسيقى التصويريه وكمان موسيقى التتر الابر والفينال لجودر بيجبرك في كل حلقه ان انت لو هتتفرج عليه على اي منصه من المنصات ما تجريش، انت عايز تشوف التتر كل مره. لازم. انا ما بعرفش اتفرج على جودر الا لما بشوف الحلقه واللي عمله عزيز الشافعي. عمل نقله في الموسيقى التصويريه اللي هي الخاصه بشهرزاد شهريار، الى جانب اللي هو كتكنيك كمان فني. صحيح. وحرام اللي احنا ما نسمحش المقطوعه المعزوفه المبدعه ديت الا في العمل. انا في الحقيقه لجأت اللي انا خدتها وحاولت اللي انا اعملها رنه في موبايلي من كتر جمالها، من حلاوتها، من جمالها. طبعا موسيقى تصويريه هي نقله في الاخراج، زي ما اتكلمنا في حشاشين، نقله في الاخراج وفي الديكور، في الكتابه كمان. على فكره الاثنين كتابه متمكنه، يعني عبد الرحيم كمال طبعا، وعندنا كمان انور عبد المغيث عمل نقله مهمه. طبعا العملين دولت هم الطب، او انا بعتبرهم من اهم الاعمال اللي كانت الدراميه اللي اتعملت في 2024. في اعمال اخرى انا بقيس قيمه الاعمال الاخرى بمولد النجوم فيها. يعني كنا مثلا في مثل هذا اليوم من 2023 ما كناش نعرف اسماء جلال، ما نعرفش سلمى ابو ضيف، ما نعرفش النضج اللي مع انهم كانوا شغالين قبل كده، لكن الاعمال اللي ابرزتهم بشكل مصر كلها عرفتهم. صحيح كان في 2024. المؤشر هنا عندك ايه؟ المؤشر هنا العمل نفسه. العمل مهم اخراجيا ومكتوب كويس، فبالتالي ظهر نجوم. ما النجم بيظهر ازاي؟ لازم الورق يشيله، واخده بال حضرتك؟ فطبعا خلينا برضو نتكلم في انه المنصات اسهمت بشكل كبير قوي في زيادة الإنتاج الدرامي. طبعا لعبت دور كبير من سنتين على فكرة. هي بإنتاج بقى 7 حلقات و15 حلقة، عملت زخم في الحقيقة، ولسه بتواصل لغاية دلوقتي. في مسلسلات لسه كانت بتنزل من شهر. فالدراما بتعيش عصر ذهبي جديد. كنا دايما بنتكلم على العصر الذهبي للدراما، فترة قطاع الإنتاج في التلفزيون المصري. ودايما ياما في برامج طلعنا قلنا إمتى العصر الذهبي ده يرجع. في الحقيقة هو العصر الذهبي للدراما رجع بالفعل من خلال الأعمال الدرامية. أثرت في الناس، لأنك أنت إيه قيمة الدراما أو رسالة الدراما اللي هي بتنمي الوعي عند الناس يعني بتشغل عقله زي ما. طب يعني هل من خلال الحصاد اللي احنا بنتكلم عنه في 2024 نقدر نحدد هل احنا عندنا تطور في الورق، في الكتابة، في عدد المؤلفين، عدد السيناريستات، تطور في الإخراج وتعدد أسماء المخرجين؟ التعدد موجود. هي يعني خلينا نتفق في البداية ان مصر ولادة، يعني كل عصر ليه رموزه وليه رجاله. طبعا مش هنقدر نكرر فهم عبد الحميد في ألف ليلة وليلة. ما نقدرش نقول الإسلام خيري كان أقل، المستوى عالي جدا، واستخدم وتقنيات مختلفة واستخدم أدوات تكنولوجية حديثة.
طبعا في اسماعيل عبد الحافظ، وفي محمد جلال عبد القوي، وفي يسري الجندي، وفي اسامه انور عكاشه، مؤلفين عظام جدا من الصعب اللي انت تعوضيهم بسهوله. لكن اما نتامل المشهد دلوقتي، اما نلاقي واحد زي بقيمه وموهبه عبد الرحيم كمال، بنقول اللي في امل ان الدراما والاسماء الكبيره ترجع تاني. اما نشوف مخرج زي بيتر ميمي، اسم كبير جدا. اما نشوف اسلام خيري زي ما قلت لك، واسماء كتيره اخرى شابه، ودي قيمه الدراما. طيب لو انتقلنا بقى للسينما، السينما في 2024 تقييمك ليها ايه، واعمال السينمائيه اللي تم عرضها؟ يعني ما يقال على الدراما يقال على، هو عصر في الحقيقه، يعني مش هبالغ، اللي السينما برضو شهدت طفره في الفتره دي، رغم اللي هي بتقوم على دلوقتي بتواجه المنصات وهجرة الجمهور. دور العرض دلوقتي مش زي زمان. فالمنصات عاملة هجمة، الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بتشوف الحلقات اول باول. السينما برضو اتأثرت او تعرضت لضربات، ولكنها هذا العام استردت عافيتها يعني. انا شايف اللي مثلا اما اقول لك فيلم زي اولاد رزق حقق اعلى ايراد في تاريخ السينما المصريه، بطولة اكتر من 200 مليون جنيه، اعلى ايراد في تاريخ السينما. هل ده مش مقياس نجاح؟ مقياس نجاح كبير. انا سمعت ان هو عمل 750 مليون، بيتضاعف يعني. انا بقول لك في اول طلعه ليه عمل 200 مليون، 264 مليون في اول طلعه. ويمكن برضو كان من اكبر الانجازات والمفرحه في الحقيقه فيلم الحريفه، وهو كان مجموعه شباب مش معروفين. الحريفه ده يعني انا شايفه اللي هو كان نقطة ملفتة في تاريخ السينما. يعني أنا شايفة إن هو عاد إسماعيلية رايح جاي تاني. بالظبط. يعني الطفرة اللي عملها إسماعيلية رايح جاي، إنه مجموعة شباب وناس مش معروفة وفيلم اتعمل من ما فيش وحقق إيرادات مهولة. هو بيكتب مرحلة جديدة، زي المرحلة بتاعت هنيدي والمضحكون الجدد وكده. وبمناسبة حضرتك ما ذكرت الحريفة تحديدا، لأول مرة في تاريخ السينما فيلم يتعمل جزئين في سنة واحدة، فدوت كان صحيح اول مره. ده كان بناء على طلب الجماهير يبقى انت هنا يعني اهم حاجه في السينما النجاح التجاري وشباك التذاكر. صحيح. والعرض. وزي ما حضرتك قلتي برضو حاجه مهمه جدا اللي هي البطوله الجماعيه. النجوم الجديده يعني نور النبوي والمجموعه بتاعته دول جدد. انت السنه دي برضو البطوله الجماعيه لعبت دور مهم جدا، ودي بتديكي بارقة أمل اللي فيه وجوه جديدة وفي تغيير دماء في السينما. أيضا في محطة مهمة جدا لا يمكن تجاهلها، فيلم تسجيلي عمله بنات رفعت رأسي للسماء. ده خد جايزة العين الذهبية في مهرجان كان، أول فيلم مصري ياخد جايزة في مهرجان كان. ودي كانت طفرة مهمة جدا. طفرة. فبرضو أسماء جديدة وأسماء أول ناس يعرفها، ومخرج ومخرجة ندى رياض وأيمن الأمير، وطبعا مونيكا بقى، وأسماء جديدة أول مرة 4 فتيات طرحوا موضوع مهم جدا وعملوا إنجاز ملحوظ جدا يعني. جاءكي من أقصى المدينة يعني ناس من الصعيد مصر بيقولوا اللي احنا عاملين عمل فني يجنن يعني. مش كانوا بيراهنوا بيه اللي هو ينجح في مصر، ده راهنوا بيه في البداية اللي هو نجح في كان اديته جايزة تعتبر جايزة تاريخية ما حصلتش في تاريخ السينما المصرية. صحيح. فلما تتكلمي عن فيلم مصري بالمواصفات ديت وياخد جايزة وكل المهرجانات بعد كده تهتم بيه، دي تعتبر انت بتتكلمي عن عصر في سينما في بارقة امل. صحيح. ان في السينما هترجع تاني زي ما اتكلمنا عن الدراما. صحيح. وبرده فيلم من الافلام المهمة وانا رحت شفته في السينما، فيلم اكس مراتي، من الافلام اللي مكتوب حلو قوي، ومعتز التوني اخرجه ببراعه، نجح نجاح كبير ونجح نجاح يعني كسر الدنيا اكس مراتي ده. وتوكسيك ومجموعه كبيره. لكن انا الافلام دي جماهيريه يعني. انا دايما براهن او بتكلم عن الافلام اللي هي ايه اللي بتعمل التوازن بين الايه الاتجاه النقدي بتنول استحسان النقاد، بتقدم محتوى فني هادف،
وفي نفس الوقت بتحقق ارباح. هذا لا يعني ان الفيلم اللي حضرتك قلتيه كان موضوعه زي ما قلت كده موضوع مهم، لكن انا بتكلم مثلا الرحله 404 لمنى زكي، فيلم قيم جدا. جدا عوده هاني خليفه. الهوى سلطان اللي اتعرض مؤخرا، فيلم برضو من الافلام اللي انت بتحمل موضوع جريء، يعني اول مره السينما المصريه تطرح لك موضوع بهذه الجراءة وهذه الشجاعة. فانت هنا قدام ايه؟ وهوجم انه ده عامل خرق للسينما النظيفة ورجوع القبلات مرة اخرى في السينما، الى انه الفيلم حقق نجاح برضو. حضرتك دلوقتي انت الثقافة السائدة في المجتمع دلوقتي عموما والمزاج السائد هي ايه؟ ثقافة السوشيال ميديا. الثقافة انت حضرتك بتفتح الموبايل السوشيال ميديا يا اما هي ترفع العمل لفوق وتخلي الناس كلها تروح له، يا اما تنزله ومحدش يروح له. بالظبط كده. وانا بقول الثقافه نفسها كمان، يعني الثقافه اللي اي حاجه بتشوفيها على السوشيال ميديا، بتشوفي فيديو لحاجه جريئه فجاه. احنا مش مفروض يعني نترفع عن القضايا الحساسه، لازم نتكلم فيها ولازم نقدمها زي ما هو تاريخ السينما المصريه بيقول كده. ودلوقتي ثقافه السوشيال ميديا ما بقتش فيه محاذير ده خالص. هي بتطرح لك كل شيء موجود قدامك وانت تنتقي بقى اللي انت عايزه، وانت بتنتقي الاعمال. فمن هنا السينما، يعني ما اقول لك رحله 404 الحريفه جزء اول جزء ثاني القاضيه اللي هو اولاد رزق، اما نتكلم عن الهوى سلطان، اما نتكلم عن الاعمال دي ونجاحها، اذا السينما نجحت بدرجه جيد جدا. لكن هل السينما المصريه محتاجة في 2025 تجديد دماء، انه يكون في ابطال جدد، وجوه جديدة، موضوعات مختلفة مطروحة؟ يعني احنا اجبنا عليه بطريقة تانية من حيث الافلام. يعني لما نقول نجوم زي نجوم رفعت راسي للسماء، وجوه شابة ناشئة عملوا فيلم في 4 سنين وحظى بالمكانة ديت. اما بنتكلم عن اسماء جلال اللي كانت زي مثل هذا الوقت ما كانش حد يعرفها كتير، لكن كانت ترند طول السنة. أكيد عاملة في أفلام جاية. هشام ماجد برضو نجم بمواصفات كوميدية، عارفة الكوميديا اللي هو أنا بعتبره امتداد لأحمد حلمي من حيث الكوميديا الموقف، اللايت كوميديا. اللايت جميل جدا. هيعمل أفلام وهو عمل قبل كده أفلام، لكن النضج وصله من خلال هذا العام. هنلاقي فيه طبعا الحريفه الجزء الاول والثاني خلاص فرضوا نفسهم على الشارع السينمائي، يعني اصبحت النجوم ديت هنشوفهم في افلام بس برضو الناس يعني بتتساءل وبتفتقد وجود مثلا محمد سعد، محمد هنيدي، احمد حلمي، نجوم الكوميديا اللي متعودين يشوفوا لهم اعمال. هي فترات بتبقى في فترات تراجع طبيعيه، اللي هو الفنان بيعيد ترتيب اوراقه تاني من جديد. يعني بمناسبه اول اسم حضرتك قلتيه محمد سعد، يمكن بكره العرض الخاص لفيلمه عودة تاني، والرهان عليه كممثل على فكرة في الدور دوت. هو في العمل ده بيمثل مش بس كوميدي، يعني بيمثل وهيطلع مفاجأة، والدور زي هو الكنز كده، زي ما كان بيمثل زي الكنز كده. هو طبعا ممثل كبير، بس نجاحه كان مقترن بالكوميديا الفارس، بالليمبي. نجاحه مقترن بالليمبي. فعانى كتير جدا عشان يخرج من الليمبي عشان يرجع تاني. هيرجع بكرة يعني. هو مع بداية العام الجديد. ادي بشارة في العام الجديد اللي انت هتلاقي عودة محمد سعد. احمد حلمي هيعود برضو، عنده كذا مشروع سينمائي، محمد هنيدي هكذا. هتلاقي في صراع او مباراة كده مفتوحة بين الجدد والبطولات، نجوم الابطال الاعمال الجماعية، سواء في الدراما او في السينما. وده بيعمل زخم في المشهد الفني، صحيح. الشارع الفني في مصر يعني. وزي ما شفنا في المهرجانات في الفترة اللي فاتت، في برضه تطور كبير جدا في المهرجانات السينمائية. صحيح. شفنا مهرجان الغردقة جديد، شفنا مهرجان الفيوم، مهرجان القاهرة بيواصل تاني بعد غياب وتجمد، مهرجان اسكندرية. مهرجانات كبيرة جدا هتشهدها مصر في الفترة اللي جاية. وفي الحقيقة بشيد طبعا بوزارة الثقافة بتشجع المهرجانات اللي تتعمل. كنا زمان بنقول المهرجانات اللي بتتعمل أكتر من الأفلام، دلوقتي لا، ده في أفلام وفي مهرجانات،
وفي وجوه جديده. بالتوفيق يا رب، وبنتمنى مع 2025 انه تتضاعف كمان الاعمال السينمائيه والدراميه والمهرجانات كمان، لانه كل ما ده بيزيد كل ما بيعمل حاله من الزخم الفني، وبيعمل حاله من اعلاء الفكر والتفكر بشكل كبير. اشكرك جدا ونورتني وشرفتني، وكل سنه وانت طيب وسنه سعيده عليك يا رب. الله يخليكي، سنه جديده سعيده على المشاهدين وعلى مصر وعلى القوه الناعمه بتاعتها، اللي انا بقول اللي هي بخير، قوه مصر الناعمه بخير ان شاء الله. شرفتني ونورتني يا فندم. يخليك. كل سنة وحضراتكم طيبين، ومع آخر يوم في أيام 2024 بنودعها وبندعي ربنا إنه السنة اللي جاية اللي هي بكرة إن شاء الله هتبدأ معانا تكون سنة كلها خير وأمل وعمل وتفاؤل، وربنا يحفظ مصر ويحفظ شعبها، ونشوف دايما أحلى أيام في 2025. كل سنة وحضراتكم طيبين، نشوفكم بكرة إن شاء الله مع حلقة جديدة من نهارك سعيد.